السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. فيلمنا بيبدأ مع ظهور إمبراطور السحر السابق كونراد اللي مختوم في ختم زمني وبيفتكر الماضي. بنرجع فلاش باك 10 سنين وبنشوف كونراد في معركة مع يوليوس وباقي قادة السحر. بنعرف إن كونراد عاوز يدمر المملكة علشان يحقق عالم مسالم مفهوش تفرقة والكل متساوي، فبيحاول يوليوس مع قادة السحر إنهم يمنعوه من تنفيذ فكرته المجنونة. بنلاحظ إن قوة كونراد كبيرة وإن مفيش حد قادر عليه، وبتزيد قوة كونراد بعد ما بيطلع سيف الإمبراطور اللي بيخطط إنه يستخدمه في تدمير المملكة. وبيحرك كونراد سيف الإمبراطور وبيضرب قادة السحر ضربة قوية، وبيفتكروا إن خلاص قضى عليهم وبيقرر يكمل خطته. بيظهر من وراه يوليوس وبيستخدم قوة مهولة وبيصنع أكتر من ختم زمني علشان يقدر يختم كونراد. فبيحذروا كونراد إنه لو اتختم هيختم معاه السيف، فبيرد يوليوس على تحذيره بإنهم هيفقدوا سلاح أثري لكن هينقذوا المملكة وده الأهم. فبيوعدهم كونراد إنه هيرجع ومش هيستسلم لأن عدم الاستسلام هو سحره. بنرجع للحاضر ليوم مهم في المملكة، وهو يوم بداية المنافسة ما بين فرسان السحر لتحديد الفارس الأقوى والأقرب من قوة إمبراطور السحر. بنعرف إن المنافسة بيتم تنظيمها كل 10 سنين، وبنلاحظ إن كل أفراد المملكة متحمسين للمنافسة وبيراقبوا القتالات على الشاشات السحرية. وبيكون في عدد كبير من الجمهور في المدرجات ومن بينهم يوليوس وهو على هيئة طفل، وده بسبب ضعف قوته بعد آخر قتال ليه. بيبدأ القتال بيكون يونو أول المتسابقين وبيدخل ضده أستا وهو حاطط قناع على وشه، لكن بينكشف أمره أول ما بيطلع سيفه. يبدأ القتال ما بين الاتنين وبنلاحظ وجود أشخاص غريبين حوالين الحلبة، وفجأة بيظهر كونراد اللي بيكون تحرر من الختم بعد فقدان يوليوس لقوته، وبيستخدم كونراد سحره وبيطلع السيف الإمبراطوري وبيسحب الطاقة السحرية من الموجودين. بيستخدم واحد من أتباعه سحر وبيكون درع عملاق بيغطي الحلبة. وبيتفاجئ كونراد بشكل يوليوس، يسأل يوليوس عن سبب وجوده، يرد عليه كونراد إن نفس السبب اللي ختمتني علشانه من 10 سنين واللي هو تدمير المملكة، لكنه مش لوحده المرة دي معاه مساعدين. بيتصدم يوليوس أول ما بيشوف المساعدين لأنهم أباطرة السحر السابقين، وبنعرف إن كونراد استخدم سيف الإمبراطور في إعادة إحيائهم علشان يساعدوه في تحقيق هدفه. وفي الحلبة بتستخدم إمبراطورة الجنود جنودها علشان يغزوا المكان، فبيتدخل أستا وبيبعد الجنود عن المدنيين. بيساعد يونو ونيوي أستا في القتال ضد الجنود، وبيستخدم أستا قوته في الخروج من تل الجنود. في الوقت ده بيكون كونراد محتجز يوليوس، فبيحاول ماركوس انه ينقذه، فبيهجم على كونراد لكن كونراد بيرد الهجوم وبيقدر انه يهزمه من سخ قوته السحريه. فبتجمع أستا مع باقي فريقه، ويونو ونيويل بيقرروا انهم يهجموا على أباطرة السحر لكن قوتهم بتكون صغيره. في الوقت ده بيوصل قائد الثيران السوداء يامي مع اغلب قاده الفرق للحلبه، وبيهجم يامي على أباطرة السحر بسرعة، وبيقدر ياخد يوليوس بمساعدة فينرال صاحب البوابات المكانية. وبيتحرك باقي القادة لإنقاذ المدنيين. بيطلب يوليوس من يامي إنه يروح للفرع صفر علشان يجيب سلاح سري يقدروا يسيطروا بيه على سيف الإمبراطور. بيرفض يامي إنه يمشي لأنه عاوز يحمي يوليوس بسبب قوته الضعيفة، وبيطلب من أستا إنه يروح مع فينرال ويرجع في أسرع وقت. قبل ما يرفض أستا لأنه عاوز يشارك في القتال، بتظهر نيويل وبترميه في بوابة فينرال وبتروح معاه. بيدخل يامي في قتال مع امبراطور الجليد وكونراد، وبيكون قتال حماسي جدا. قبل ما يستخدم كونراد سحره بيرجع القادة من إنقاذ المدنيين، وبيقرروا يهجموا عليه وبيزيد القتال قوة. وبيغرس كونراد سيف الإمبراطور في الأرض، وبيظهر ضوء بيعمي وبيقول للقادة إن على الأرض بعض الأماكن المميزة والفريدة منها الحلبة. وبنعرف إن كونراد جهز الحلبة قبل 10 للمساعدة في خطته، لكن يوليوس ختمه قبل ما يستخدمها. لكن دلوقتي الوقت المناسب لاستخدامها. وفي الوقت ده بنلاحظ ان الحلبة بتهتز وبتتحرك في الجو، وبنشوف امبراط الدرع وهو بيعمل درع عملاق حوالين الحلبة. في الوقت ده بيكون أستا وصل للمبنى صفر مع نيول وفينرال، وبتستقبلهم مديرية الفرع صفر، ومن بعدها المسؤولة عن المختبر، وبيتحركوا ناحية المختبر السحري. بتسأل نيول المسؤول عن المختبر عن الأعداء. بيتصدموا من بعد ما بيعرفوا ان كونراد كان الامبراطور السابق وانه كان شخص محبوب ولطيف، لكن في يوم اتغير حاله فاتعزل من منصبه. لكن كونراد ما استسلمش وسرق سيف الامبراطور وكان عاوز يدمر المملكة، لكن يوليوس ختمه. ونعرف ان قوة كونراد هي امتصاص القوة ونسخها في كتابه، وبتظهر على هيئة مفاتيح وابواب. وبيتصدم أستا لانه شايف ان من الواجب على الامبراطور حماية المملكة مش تدميرها. وقبل ما يفوق من صدمته بيتصدم بصدمة اكبر، وبنكتشف ان كونراد موجود في المختبر قبلهم ودمر السلاح السري. فبيهجم عليه أستا لكن كونراد بيكون الأقوى، فبيوقعه على الأرض وبيثبت حركته على الأرض. وبنعرف إن كونراد بعد ما امتص قوة ماركس استخدم قوة تبادل الذكريات وقدر يعرف كل حاجة عن المكان. وبيظهر كونراد شاشات بتعرض أحوال المملكة والقادة الأستا والباقيين
فبتغضب نويل بعد ما بتشوف صورة أخوها متصاب ومرمي على الأرض، وبتستجمع نويل كل قوتها وبتهجم على دارنوك اللي بيقدر يصد هجومها وبيمتص قوتها. فبيصرخ أستا وبيسأل كونراد عن اللي عمله في نويل، فبيرد عليه كونراد إنه مش هيشرح وهيخليه يجرب اللي حصل لنويل، بيلقي عليه قوة الامتصاص. لكن أستا بيقدر يقطع هجومه وبيهجم على كونراد بكل قوته، لكن الفرق الكبير ما بين القوتين بيخلي أستا يقدر يتفادى بعض الهجمات مش كلها، وده بيخليه يقع على الأرض مصاب. وهنا بنكتشف إن كونراد ما قدرش ينسخ قدرة أستا في إبطال السحر. بيعرض كونراد على أستا إنه ينضم لهم، وبيوضح له خطته وإنه هيستخدم المانا المخزنة في سيف الإمبراطور علشان يدمر المملكة. وبنعرف إن السيف بيخزن جزء من سحر الأباطرة السابق وجزء من أرواحهم، علشان كده هيستخدمها في دمار المملكة. وبنعرف إن كونراد هيستخدم قدرة السيف في تخزين الأرواح، ومن بعد ما يدمر المملكة هيختار الأشخاص الطيبين والصالحين علشان يبني معاهم المملكة من أول وجديد. وبيحاول كونراد إنه يأثر على أستا علشان ينضم له، وبيقول له إنه شايف ذكرياته وعنصرية الناس تجاهه، وإنه لو انضم ليه هيساعده يلغي العنصرية. لكن أستا مش بيتأثر وبيهجم عليه، وهو بيقول له إن مهمة إمبراطور السحر حماية الناس مش تدميرهم، وإنه مش متقبل الجنون اللي بيقوله. مهما كانت الأسباب فحماية المملكة هي الأهم. بيرد كونراد عليه الهجوم وبيفتح كل القدرات اللي عنده، فبيتصاب أستا وللمرة التانية بيقع على الأرض. وبيستمر كونراد في محاولة ضم أستا ليه وبيطلب منه يستسلم ليه، لكن أستا بيرفض وبيقول له إن عدم الاستسلام هو سحره. بيحس كونراد إن أستا نسخة منه وبيشتت انتباهه. في اللحظة دي بيوصل يونو مع رئيسة الفرع صفر وبيبعدوا أستا وبيهجموا على كونراد بكل قوتهم. مع العمل الجماعي بيقدروا يختموا كونراد للحظات يهرب فيها، وبيروح لمخبأ خاص لفريق الفجر الذهبي. بتفوق نيويل، ومن بعدها بنشوف أستا اللي بيقف بصعوبة، وبنلاحظ جو من الإحباط ما بين الفرسان اللي قدروا يهربوا من الحلبة بفضل القادة. يوم أستا بيحفز الفرسان للقتال، وفي الوقت ده بيوصل باقي القادة اللي كانوا في مهام خارجية ووصلوا بعد تبليغهم باللي حصل. وبيجتمع القادة والفرسان علشان يحطوا خطة للهجوم. أول حاجة بيقرروها إنهم ينتقلوا لمقر فريق الصيران السوداء علشان قدرته على التحول لطائرة، ومن بعدها بيخططوا للهجوم على طريق تفريق أباطرة السحر. وبيدوا أستا مهمة قتال كونراد وإخراج سيف الإمبراطور من التشكيل المدمر، وده بسبب عدم قدرات كونراد على نسخ قدرة أستا والتأثير عليه. وبتحرك القادة والفرسان وبيقدروا يفكوا الحاجز من على مقر الصيران السوداء، وبيمهد 2 من القادة الطريق للطائرة. بيوصلوا لمقر الأعداء وبيخترقوا الحاجز الأول، وبينتظرهم إمبراطورة الجنود وإمبراطور الجليد، لكن الجنرال بيستخدم قوته وبيبعد الطائر من طريقهم. بيوصلوا للحاجز التاني وبيستخدم أستا سيفه علشان يدمر الحاجز، فبيوصل إمبراطورة الجنود وإمبراطور الجليد علشان يمنعه، لكن القادة والفرسان بيستخدموا قوتهم وبيحركهم لأماكن مختلفة علشان يقدروا يهزموهم. وبيقدر أستا إنه يخترق الحاجز، لكن محدش بيقدر يدخل معاه غير يونو، وده بسبب استخدام الحاجز لقوة سيف الإمبراطور واللي بيديه قوة كبيرة وسرعة. وبيهاجمهم امبراطور الدرع اول ما بيدخلوا الحاجز، فبيتكفل يونو بقتاله وبيطلب من أستا انه يكمل مهمته. وبتتقاتل ميرليونا قائدة فريق فرسان السحر مع امبراطورة الجنود، وبتستخدم ميرليونا قوتها النار الغاشمة اللي بتدمر كل الجنود في لحظة. ومن بعدها بتحاول تهاجم امبراطورة الجنود، لكن امبراطورة الجنود بتكون سريعة جدا، بتقدر انها تهجم على ميرليونا وتطعنها في ظهرها، لكن ميرليونا بتستخدم هجومها ضدها وبتمسكها وبتستخدم سحر النار اللي بيدمر المحيط اللي حواليها. لكن امبراطورة الجنوب بتستخدم الحركة النهائية وبتستدعي جندي عملاق، وبتستخدم ميرليونا أقصى ما عندها وبينتهي القتال بالتعادل. في الناحية التانية بيقاتل امبراطور الجليد مع الفرسان واللي بيوظفوا قوتهم مع بعض علشان يقدروا يهاجموا امبراطور الجليد، لأنهم عارفين مقدار قوتهم فبيحاولوا يشغلوا أكبر قدر ممكن. في الوقت ده بيكون يونو اندمج مع روح الرياح وبيقاتل مع امبراطور الدرع، لكن هجمته بتكون مش منظمة، فبيستهزأ امبراطور الدرع بقدرته على التصويب وبيضربه ضربة توقعه على الأرض. لكن بنكتشف ان يونو كان بيصاب ناحية الأماكن اللي محجوز فيها قادة السحر وبيقدر يحررهم كلهم، لكن امبراطور الدرع مش بيتأثر لأن قوة قادة السحر ضعيفة من بعد امتصاص كونراد لطاقتهم. فبيحاول يونو انه يقلب الموازين، فبيهجم بكل قوته، لكن مع زيادة الهجمات بتقل قوة يونو، فبيطلب القادة منه انه يتوقف عن القتال. بيرفض يونو وبيطلب منهم إلهاء امبراطور الدرع لغاية ما يجمع الهجوم الأخير، فبيجي القادة واحد ورا التاني علشان يقدروا يبعدوا عن يونو. في الوقت ده بيكون يونو جاهز هجمته وصوابها ناحية امبراطور الدرع اللي بيصنع درع يمنع الهجمة بصعوبة، وبيستخدم قوته الكاملة علشان يهجم على القادة، لكن القادة بيتحدوا وبيدمروا الهيكل. وبيتصاب امبراطور الدرع إصابة شديدة بسبب هجوم يونو، وبيمتص امبراطور الدرع قوة الحاجز علشان يرد على هجماته. في الوقت ده بيكون أستا بيتقاتل مع كونراد اللي بيستخدم كل قوته وبيشكل سجن حوالين أستا، وبيعرض على أستا للمرة المليون إنه ينضم ليهم، وبيرفض عرضه للمرة المليون. وبيجمع أستا قدرته وبيقدر يدمر السجن اللي كان فيه، وبيضرب كونراد وبيوقع على الأرض. فبيتحرك أستا بكل قوته علشان يشيل السيف، لكن كونراد
بيستعبد قوته وبيحمي سيف الإمبراطور. بتشوف كونراد وهو بيفتح أبواب كتيرة وبيمتص كل القوة اللي بتطلع منها، وبيتغير شكل كونراد وقوته، وبيهجم كونراد وأستا على بعض، وبتكون قوة كونراد أكبر وضربات أستا ملهاش تأثير كبير عليه، فبيحس كونراد بالملل فبيجمع قوته وبيضرب أستا بصاعقة بتقضي على قوته. وبسبب كلام كونراد عن تدمير المملكة واستهزائه بقوته بيوافق أستا على عرض شيطانه وبيستخدم جزء من قوته. هنا بتنقلب الموازين، فبيتحرك أستا بسرعة وبيضرب كونراد وبيروح ناحية سيف الإمبراطور علشان يشيله، لكن كونراد بيمنعه، وبيقدر أستا إنه يبعد سيف كونراد ويضرب كتاب سحره، وده بيسبب اختلال في قدرة كونراد وبيرجع السحر لأصحابه. في الوقت ده بتستعيد نويل قوتها، فبتهاجم إمبراطور الجليد بكل قوتها، وبيساعدها واحد من الفرسان إنها تستنسخ نفسها، وبيتعاون الفرسان ضد إمبراطور الجليد وبيدمروا المدرع الجليدي. وبنرجع لأستا اللي اتصدم لآخر هجمة لكونراد واستخدم قوته وقدر يطلع سيف الإمبراطور وينقذ المملكة من الدمار، وبيختفي أباطرة السحر وبنلاحظ الابتسامة على وجوههم بسبب قوة الجيل الجديد. وقبل ما يرتاح الفرسان بنشوف كونراد وهو بيستخدم تعويذة أبواب الجحيم المحرمة واللي بتتطلب حياته علشان يدمر المملكة، وبيظهر يوليوس وبيدي سيف الإمبراطور لأستا علشان يقضي على التهديد. وبيتحرك أستا ناحية كونراد بدعم من مانا الأصدقاء والقادة والفرسان وأهالي المملكة، وبيستخدم قوة هائلة وبيقدر إنه يدمر التعويذة. بيعترف كونراد بالهزيمة وبيطلب من أستا إنه يكون الإمبراطور ويحقق المساواة ما بين شعبه. وبعد ما بينتهي بنعرف من يوليوس إن كونراد كان إمبراطور رائع، لكن بسبب أصوله وأصول زوجته خانوا الملكين وقتلوا زوجته بسبب فرق الطبقات، فقرر ينتقم منهم وينظف الفساد، لكن أسلوبه كان غلط. وكده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد بنعمله.